مسخرة يا ناس، أراكم حولتوا الجزائر إلى مهزلة. والله أضحكتم العالم على الجزائر التي كانت في مرحلة معينة تأتي هي النور الذي يذهب إلى العالم رغم النقائص ورغم السلبيات. أنا أقول مقارنة على ما هي عليه الآن، ولكن ذلك البريق كان بريق مزيف في كثير من الأمور، كان بريق ظاهرة البومدينية كانت تظهر على أنها خير على الجزائريين، ولكنها كانت تحمل كل الشر وأهم الشرور. ضباط فرنسا اللي حطهم بومدين على رؤوس الجيش، أمر آخر الصراع مع المغرب والحقد على المغرب، أمر آخر نزاع الصحراء، الأمر الآخر طرد المغاربة الأشقاء المغاربة في ذلك اليوم المشؤوم وبتلك الطريقة التي ستبقى عار في جبين الجزائر. كثير من هذه الأمور دارها بومدين ورانا ندفع في ثمنها، وستدفع الأجيال القادمة ثمنها أكثر. ودعم البوليزاريو سيؤدي بالجزائر إلى أن تصبح ساحة ومستباحة لحركات انفصالية مستقبلا، والأيام سجال بينها. ما فيش اللي يحفظ الأمن القومي بالعسكر وبالاستخبارات وبالأمن والتسلط على الناس. العدل والإنصاف والتعايش مع الآخرين وعدم دعم حركات انفصالية أخرى في دول أخرى، هذه تخليك أنت في أمان. أما أنك تدعم منا وتدعم منا، راح يجي نهار من يدعم لك حركات انفصالية وتصير مثلما أنك تراهن على مبعوث أممي في قضية مغربية بامتياز، سيأتي اليوم الذي يراهن الآخرون على مبعوث أممي في منطقة القبائل أو في أي منطقة أخرى. يجب أن نتحدث بكل صراحة وبكل وضوح، بعيدا عن هذه الكلام الفارغ وعن هذه الغوغائية التي لم تقدم لنا إلا الأزمات. شوفوا وضعنا وين راه، شوف أموالنا وين راه، في الوقت اللي ما عندناش طائرة درون، عفوا قلت درون، واحدة طائرة لإطفاء الحرائق واحدة نملكوها، تبون راهو كما باباه منوال راهو من بلاصة لبلاصة يوزع في أموال الجزائريين. وين هما؟ وصلنا إلى حال ما عندناش طيارة نطفوا بها حريق، وصلنا إلى الحال ونحن بلد الغاز والنفط ما زالوا مدن جزائرية يديروا لاشان على القرعة نتاع الغاز. وهذه شفتها اليوم في أحياء يحكوا فيها على بعض المدن ليست في الصحراء بل حتى في مدن في الشمال الجزائري. هذا هو واقعنا. علاش تكذبوا على الناس وعلاش تعطوا في البهتان هذه؟ الغريبة أنه ما بعد الخطاب نتاع الملك يعني ما حقيقة فيه نقاط مهمة كثير، لكن حتى لا يطول بنا المقام، لكن تحدثت على بعض الردود الأفعال اللي شفتهم عن بعض البغوات. واحد يجي يكتب الملك مسكين، واحد يقول لك الملك فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. يعني بهذا المستوى المنحط تواجهون الأزمات، بهذا المستوى المنحط تعاملون الدول الأخرى. الآن كيف ينظر لكم العرب خاصة في دول الخليج وغيرها؟ ملك أنا أتواصل مع ناس من السعودية ومن الكويت ومن قطر ومن كثير من الدول يقولوا لي كيفاش عيب الملك يمد في يده أنت مقاطعه، ما تهدرش عليه، مستهدف له أرضه، هكذا يقولون لي. دعم له في حركة انفصالية، تعطي لها السلاح، تضرب له وتحاول تضرب له بمصالحه في إفريقيا وفي غيرها، وهو يتعامل معك بهذا الرقي. حتى قال لي واحد ما أرقى محمد السادس وما أشقى حكام الجزائر. والله غادي قالها لي واحد من الناس المرموقين في الفكر والثقافة في دول الخليج. هذه الحقيقة. قال لي ما أرقى محمد السادس وما أشقى عبد المجيد تبون. يعني والله وصلنا إلى هذا الحال. يعني انت دول العالم شوفوا فقط في الخليج كانت عندهم أزمة مع قطر وحلوها بنوع من الرقي. أنت عندك أزمة كبيرة ودايرها، والرجل يمد لك في يد، مد يد أنت واجلس معاه يا سيدي، اجلس معاه وتحاور معاه أرواح. ها هي الأعمال العدائية، ها هي مطالبي، ولكن لأنه ما عندكم حتى شيء، ما عندكم ولا دليل. عندكم مشكلتكم هي البوليزاريو. أنا نقولها لكم، إذا أردتم راح تبنوا لها دولة انسوا هذا الحلم. راح تصطدموا الآن مع قوى، وحتى طردها من الاتحاد الإفريقي سيأتي مثل هذا اليوم. إذا كنت على قيد الحياة سأذكركم بكلامي، وإذا رحلت إلى ربي سيأتي من كان يتابعني وربما يبحث عن كلامي هذا ويقول قال أنور مالك يوما ما رحمة الله عليه، ونتمنى أنه يترحم عليه. يعني يا ناس ما هوش هكذا.
الآن أمام الجزائر إما أنها تقبل هذه اليد الممدودة وتروح وتحل المشكل هذا، إما أن تصر على هذا الوضع فهي في خسران مبين، أو أنها ستصعد، والتصعيد سيأتي على حساب الدولة الجزائرية، لأن المسألة لن تتوقف على صراع ما بين الجزائر والمغرب. الآن تدخل قوى أخرى في ظل هذه العولمة وفي ظل هذا العالم اللي يتحول إلى قرية صغيرة. ما تجي تقول لي صراع دولة مع دولة راهو يقتصر على الدولتين. الآن كل تحرك ما بين الدول مرتبط بقوى كبرى ومرتبط بصراعات واستراتيجيات ومواجهات وحسابات دولية وإيرادات دولية وما إلى ذلك من هذه الأمور. إذا تفكروا تتعاملوا الآن مع المغرب مثل ما كان يتعاملوا معاه في أيام زمان في السبعينات وغيرها فأنتم واهمون، وأنا أراكم ما زلتم عايشين على عقلية السبعينات في التعامل مع قضية فلسطين وفي التعامل مع قضية الصحراء وهذه القضايا، وهذه عقليات عفى عنها الزمن. العالم تغير، الأجيال الجديدة ليست مثل الأجيال الماضية. العالم الآن ما هيش أيامات قناة صوت العرب ولا قناة واحدة تكذب على الناس والناس تصدق. الآن ما كانش متلقي، كاين متلقي وفي نفس الوقت صانع للمعلومة. لذلك صعب جدا أن توجه الناس وفق ما تريد، وصعب جدا أن تفرض توجهاتك عبر منطق الاستخبارات ولا بشراء الذمم. الآن العالم راهو كل شيء فيه مكشوف. إذا أردت أن تكون صاحب تأثير عليك أن تكون صاحب حق وتقول الحقيقة، وتكون عندك الوسائل التي تروج للحقيقة التي حتى لو كان تنظر لها أنت من زاوية معينة، ولكن على الأقل يجب أن تكون عندك الحقيقة. أنا قلت لكم 3 خيارات بقات الجزائر. معلوماتي تقول بأن هذه اليد الممدودة أيضا راهم وجدوا رواحهم يعضوا فيها، وأن الجزائر تواجه اليد الممدودة بيد أخرى مغلولة، وهذا لن يضر شيئا المغرب. حقيقة المغرب كان في المستوى الأخلاقي كما يجب. حقيقة أنا لو كنت في بلاصة الملك المغربي فيه دولة تدير معايا كما هكذا حتى أنا نقطع معها العلاقة، ولكن على حساباته أبعد كثيرا. ربما أنا عقلية جزائرية وهو عقلية مغربية، هذا هو الفرق. لأنه الجزائريين فينا العصبية شوي، وبل أنه صارت تزايدت بسبب ما عشنا بعد الاستقلال يحكون لنا كل شيء ببندقية، حتى العرس بالسلاح. وبعد ذلك كل شيء بمنطق القوة، كل شيء بمنطق ما كانش حاجة بمنطق العقلاني بالسلوك الطيب. خلاص زرعوا في الناس حب العنف. أنا قلت لكم منذ قليل كنت نشاهد في فيديو عرس في أحد المدن في شرق البلاد، كأنها حرب أهلية. بهذا المنطق يعني راك تصنع في العنف في الإنسان، تبني الإنسان على أساس عنف. عايشون كل شيء. الاستقلال جاء عن طريق جيش التحرير، ولا واحد يوما قرانا على أن المجتمع المدني أيضا لعب دوره، مناضلين مدنيين لعبوا الدور. فخلوا الناس تفكر بمنطق عسكري، عسكروا عقول الناس حتى خلانا الآن الجزائر تحولت إلى ثكنة عسكرية. الله المستعان. إذن إخواني الكرام، هذا مجمل ما قلته أقوله لكم في هذا المباشر. والحقيقة أن النظام الجزائري أيضا على حسب ما وصلني من معلومات زادوا عضوا هذه اليد الممدودة، ونتمنى أن دول أخرى تتحرك، لأن مطلب الجماهير الجزائرية في عمومها والكثير منها أنه ما يجب أن يكون لدينا عداء مع الجيران، فحدودنا إذا التهبت نحن من ندفع الثمن، سيكون ذلك على حساب اقتصادنا وعملتنا وما إلى ذلك من هذه الأمور. أراكم حولتوا الجزائر إلى مسخرة يا ناس، أراكم حولتوا الجزائر إلى مهزلة. والله أضحكتم العالم على الجزائر التي كانت في مرحلة معينة تأتي هي النور